الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقاء الأعزاء. طبعا بناء على رغبة أحد أصدقاء القناة أنه عايز يتكلم عن موضوع خطير جدا، وفعلا احنا ما اتطرقناش ليه قبل كده. عشان كده بقول لكم القناة دي بتاعتكم، والقناة دي المرآة اللي أنا بمشي بيها بناء على تعليقاتكم وطلباتكم. مرات في حاجات بتحصل في القطيع أنا ما أخدش بالي منها. ففي مرض خطير جدا ومشهور جدا في الأغنام اسمه مرض تسمم الحمل في الأغنام. فطبعا احد الاصدقاء طلب مني ان هو نتكلم عن مرض تسمم الحمل. طبعا هو مرض خلل في التمثيل الغذائي، يعني مشكلته كلها مشكله في التمثيل الغذائي للحيوان، اسمه تسمم الحمل او الكيتوزيس في الاغنام. مرض الكيتوزيس او جلوكوز الدم او تسمم الحمل ده له 3 اسماء في الاغنام، خصوصا بيحصل في الاغنام والماعز طبعا، ويعتبر مرض من امراض التمثيل الغذائي، يصيب الأغنام ويصيب الماعز العشار بالذات اللي بتبقى فيها أكتر من واحد توأم أو أكتر. ومرات يحصل النعجة السمينة جدا والنعجة النحيفة جدا. عشان كده بقول اهتمام بالأكل كويس جدا، اهتمام بالتغذية في ميعادها. لازم الواحد يظبط الأكل بتاع الحيوان. وزي ما قلت قبل كده في مثل بيقول لك ايش يفيد العليج يوم السفر. يعني انت تلاقي النعجة عشر تيجي في اخر شهر وتروح تكرمها، لا، كرم الحيوان بيبقى من البداية للنهاية. تمام. فهو بيجي للنعجة السمينة والنعجة النحيفة، بيحصل في المراحل الأخيرة من الحمل بيعمل هبوط حاد، بيبقى مستوى الجلوكوز في الدم بينزل خالص، وترفع نسبة الأسيتون. حتى ممكن تشم ريحة الأسيتون اللي هي زي ريحة التفاح المعطن كده من فم النعجة أو من مناخيرها، تلاقي النفس بتاعها زي في ريحة الأسيتون دي. وممكن ينزل في البول طبعا مع ارتشاح في الكبد، ارتشاح دهني. لما بنفتح ونحل ونشرح بنلاقي ارتشاح كبد دهني في الكبد. المرض ده اساسا بيخلي الحيوان اصلا مش قادر، يعني في حركات اثاره عصبيه، ويبقى الحيوان في حاله وهن كده وضعف وراجد على الارض ومغمى عليه وهزال سريع. المرض ده لو ما اتلحقش بسرعه ما بيتعملهاش علاج. يعني مده المرض من 6 ل 8 ايام، والافضل ان هو يتلحق في البدايه، قابل للشفاء في بدايته في اول مراحل اول يومين 3. لكن نسبة النفوق بتوصل 90% لو انت اتأخرت عليه. نسبة النفوق بتبقى 90% لو انت اتأخرت عن 3 ايام. الحيوان طبعا اول يوم بتبص الحيوان بطل اكل وخد مكان كده على جنب بعيد عن القطيع، مش عايز يتحرك كده، تزيحه كده، الحيوان مش قادر يتحرك، ممكن يترنح يميل شمال ويمين كده بحيث مش قادر يمشي اصلا. تلاقي الاغنام لما يكون في اضاءه في الليل بتتجنب الاضاءه الساطعه، بيبقى في عمى ظاهري وعينيها بتبقى مدمعه كده، تلاقي عينيه مش تحس ان هو مش شايف اصلا والدموع نازله من عينيه. في امساك طبعا، وفي تلاقي الحيوان بيجرط على اسنانه، في الم جرط، تقول لك الحيوان ده بيجرط، بيعمل صوت، اسنانه بتخبط في بعضيها ويمنع اكل تماما. بعد كده الحيوان بيبقى كسلان كده وخاملان، وتحس ان هو نحسان ويحط راسه في الجنب، والحيوان مش قادر يقوم، راجل بس مش قادر ياخد وضع كانه بيعين رافع وش لفوق، كانه بيعد النجوم. يعني اسمه الستار جريزنج او ستار جيزنج، كانه بيعد النجوم، رافع راسه لفوق ويمد ودنه كده وعينيه بتبقى واسعه زي كانه بتصنت على حد. يعني ده في اول يومين، اول يوم وتاني يوم. بعد يومين بقى بتبدا تظهر الاعراض بنوبات عصبيه، ويبقى في طبعا الوقت بدا يتاخر. لو انت وصلت للمرحله ديت وما لحقتش تعالجه بسرعه لازم تعرض على الطبيب بسرعه. بيبقى في ارتعاش وفي نوبات عصبيه، عضلات الراس والشفتين بتبقى فيهم نفضه، في افرازات لعاب كتير جدا تبقى نازله، عضلات الاذن والعيون برضو فيها تذبذب، في صعوبه في البلع والمضغ، تلاقي الحيوان زي ما قلنا عامل صوت على الفكين، وريحه الاسيتون بتبدا تظهر في الزفير بتاع الحيوانات المصابه في الفم بتاعها. الارجل طبعا بتبقى واخده وضع غير طبيعي، تلاقي الحيوان واقف زي لافف رجله على بعض كده، والمفاصل متنيه مش قادر يقف اصلا. التنفس بتلاقي سريع جدا، والحيوان يرقد على عظمه القص، تلاقي راقد على صدره كده مش قادر يقف اصلا، بيحاول يقف مش قادر. بعد 3 أو 4 ايام الكلام ده
تبدا بقى الحيوان رباط كامل ووهن وهبوط وعمى، ولا يستجيب للي حواليه، حتى لما تحاول تضرب ولا بتاع مش مستجيب، ويبدا يفقد الوعي وصعوبه في التنفس، والحيوان بيموت في خلال 3 ل 7 ايام. طبعا في المراحل الاولى قلنا بيمكن ان احنا نلحق الحيوان ده كله، ان احنا بنفتح قيصريه على طول. العلاج لازم تتخلص من الجنين سواء كمل عمره او ما كملش، يفتح قيصريه، لازم الجنين ينزل عشان تفدي الام. الحل الوحيد في حالة تسمم الدم انك انت تعمل قيصرية وتشيل الجنين او تعلق بقى محاليل الام، عشان نبدأ ان احنا نلحق نعالج الام ديت بعد كده بالمحاليل والمضادات الحيوية، ونبدأ ان احنا نرجعها لطبيعتها تاني. ايه الحاجات المهمه اللي انا لازم اخلي بالي منها عشان ما اوصلش للتسمم الحمل؟ اتجنب السمنه المفرطه للاغنام، يعني اثناء الحمل ما احاولش ارفع المقررات الغذائيه في الاشهر الاخيره للحمل، ما زودش زياده عن المعدل، ولازم اخلي الغنم دي تمشي المشي حلو ليها. الحيوان اللي بيمشي بيحرج، فبتلاقي الامور عنده بتبقى كويسه والتمثيل الغذائي عنده بيبقى كويس. لازم الميه تكون قدام الحيوانات باستمرار، بالذات في الصيف طبعا لازم الميه تكون قدامهم باستمرار. كميه التغذيه تبقى منتظمه في اوقات معينه، بحط الاكل 3 مرات يبقى 3 مرات، مرتين يبقى مرتين، الساعه كذا يبقى الساعه كذا. ممكن نضيف الملاس لميه الشرب، بيظبط برضو كويس جلوكوز في الدم، ان احنا نضيف كميه ملاس لمياه الشرب. نحاول على زي ما بنقول الحيوان لازم يمشي ويطلع ويتحرك، احاول ان انا ما اجهدش الحيوان، يعني ما مشيش في الحر كتير، ما اطلعش بيهم في عز الحراره، اطلع بيهم الصبح وارجع بدري قبل الجو ما بيسخن. يبقى احنا نتجنب عمليه الاجهاد للنعاج، ما نعملش تغيير في العلفه مفاجئ. يعني لما احب حتى اغير العلف بتاعه او اغير العليقه بتاع الحيوان، ما غيرش مره واحده، يبقى في تغيير تدريجي للعليقه عشان ما يحصلش عندي خلل في التمثيل الغذائي وينخفض مستوى الجلوكوز في الدم وندخل في حالة التسمم الحمل. طبعا في الحالات الشديدة أو المتأخرة يتم إجراء العملية القيصرية أو استحداث الإجهاض المبكر، اللي احنا بنقول عليه اللي هو لازم ان احنا ننزل الجنين عشان نقدر ان احنا نحمي الأم. ده طبعا مرض التسمم الحمل في الأغنام، وطبعا زي ما قلت مرض خطير جدا. لو ما تلحقش بدري بتلاقي ان المرض ان الحيوان بينفق منك، وده سببه زي ما قلنا ما فيش الغذاء، عدم كفايه الغذاء للام الحامل بجنين او اكتر. يعني الاكل اللي في جسمها او الجلوكوز اللي في الدم مش مكفي الحمل بتاعها، عشان كده بيحصل عندها ضعف، بينزل مستوى الجلوكوز في الدم وبيأثر على الام طبعا، وبتحصل الاعراض اللي احنا حكيناها. فيبقى احنا طبعا بيحصل ضعف في وظائف الكبد، وعدم ان هو ما يقدرش يخلق الجلوكوز الكافي للحمل، وبيحصل المشكله اللي احنا بنقول عليها. طبعا الجلوكوز بينخفض، عايز كميه كبيره من 30 ل 40 جرام في اليوم عشان توصل لمستوى ان هو يكفي التمثيل الغذائي للعشر حمل كان فيه 2 أو 3، فده كله بيأثر عليها. فاحنا لازم نهتم بالتغذيه كويس جدا، ولازم نبدا الحيوانات دي نمشيها ونخليها تتحرك كتير. المرض ده زي ما قلنا لما بتلحقه في الاول بيبقى له علاج كويس، يعني لازم نهتم بالتغذيه، يعني لازم نهتم بيها ونحطها في مواعيدها كويس جدا. طبعا من اهم اسباب تسمم الحمل خلل في الغده الفوق كلويه، وهي اللي بتؤدي الى نقص او هبوط هرمون الكورتيزون وزياده هرمون الادرينالين، وده بيعمل خلل في هرمونات الغده الدرقيه ونقص في الثيروكسين نتيجه نقص اليود. كما طبعا الطقس البارد وقله النشاط والحركه للنعاج العشار يعد برضو من الاسباب. فدي كل ما يخص مرض تسمم الحمل. يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتم، وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.